السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا على خير وبخير. عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد، يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. كنا عارفين بان في رمضان تنبغيو التحليات وتنبغيو ننوعوا وتنبغيو في نفس الوقت تكون حاجه مفيده وتعجبنا يعني نستافدوا منها بالمنافع ديالها. داكشي علاش اليوم فكرت انني غادي ندير معكم واحد التحليه تجي رائعه للسحور، مفيده، وحتى يعني المواد ديالتها يعني متواجده في كاع البيوت. اذا على بركه الله نبداو في المقادير وفي طريقه التحضير. المهم انا بالنسبه للسيترو ديال الحليب غادي نحتاج مع هذا فلون ديال الكراميل، من الاحسن اللي يكون فيه ساشي ديال الكراميل باش نزينو فيه، سينو تقدروا ديروا الكراميل راسكم تزينوا فيه. غادي نحتاج واحد معلقه كبيره ديال المايزينا. بالنسبه انا هنا درت الكركاع، تقدروا نتوما ديروا اللوز، فهو باللوز تيجي احسن، ولكن انا اليوم بغيت نوع نديرو بالكركاع. عندي موزه للتزيين. هنا غادي نحتاج واحد الكميه ديال الماء، هذا راه سخون طايب، وكيف ما شفتوا هنا التمر غادي نفزقو، يعني الكميه ديال التمر اللي بغيتو غادي نفزقو، حيت من بعد غادي نطحن المكونات وعاد من بعد نردهم فوق البوطه يطيبوا. اذا هنا غادي نخلي التمر ديالي في الماء طايب حتى يولي لينا رطب باش يجينا سهل في الطحين. عاد مباشره غادي ندوزو للتتمه ديال لا فيديو. كيف ما تعرفوا البنات بانه يعني التمر فيه الالياف وحتى يعني تيخلينا نبقاو شبعانين. وبالنسبه للمكسرات ايضا فهي يعني مفيده وتنبغيو ننوعوا بها، يعني عندها قيمه غذائيه وفي نفس الوقت تتجي لذيذه. ايضا بالنسبه للتزيين انا اختاريت نزين بالموز، تقدروا تزينوا بالفريز، تقدروا تزينوا باي شيء بغيتو. وبالنسبه للفلون انا اختاريت كراميل، تقدروا تختاروا شوكولا ولا فريز الا كنتو بغيتو ديروا فريز ولا لي فروي روج. يعني انا عطيتكم لا باز وانتم تقدروا تنوعوا على حسب الفواكه اللي عندكم. غير تبعوا الطريقه فغادي تجيكم سهله وغادي تولي معتمده عندكم ان شاء الله. كيف ما شفتوا البنات هنا في خلاط كهربائي، من بعد ما خليت التمر فازق ليا تقريبا واحد 10 دقائق، حطيته في مونينكس وغادي نزيد عليه الحليب، يعني داك نص لتر ديال الحليب اولا الكميه اللي بغيتو نتوما على حسب الفلون اللي غادي ديروا عدد ديال الاشخاص. صافي هنايا عاوتاني غادي ندير الكركاع صافي ونخلطهم في مونينكس، ومن موراها نرجع معكم مع التتمه. كيف ما شفتوا البنات هذا هو الخليط ملي طحنت التمر والكركاع. صافي غادي نزيد مباشره عليهم الساشي ديال الفلون. كيف ما لاحظتوا انا راه ما درتش السكر، لانه ديجا هذا الفلون هذا راه هو حلو والتمر راه هو حلو، راه هو كافي. صافي غادي نضيف غير دابا معلقه ديال المايزينا. صافي هنا ضفت مايزينا، غادي نحاول نحرك الخليط. كيف ما تشوفوا غادي يبان لكم بانه الخليط راه هو عاقد شويه. انا بقاو لي هكا دوك الطريفات ديال التمر، انا خليتهم ماشي مشكل، ما عنديش مشكل معهم. صافي مباشره غادي نخلي الخليط يعقد ليا وغادي نستمر في التحريك. صافي وغادي نصب في الكؤوس اللي غادي ندير فيها التزيين. هانتوما البنات ها هو الخليط. المهم البنات التحليه ديالتي انا كبيتها هنايا في الكؤوس ديال التقديم. غادي نخليها شويه في الثلاجه تشد في راسها، راه دغيا غادي تشد في راسها لانه فيها داك معلقه ديال 12 الذره. حيت الا وضعت التزيين مباشره فوق منها وهي باقا سخونه غادي يهبط ليا في الكؤوس. من الاحسن خليوها في الثلاجه شويه، عاد زينوها باش ما بغيتم. انا غادي نزينها بالبنان وغادي نزينها بالكراميل.
التحليه ديالتنا ها هي وجدات، ما علينا غير ندخلوها للثلاجه تبرد شويه ونقدموها بالصحه والراحه تاكلوها بالهنا ان شاء الله. تنتمنى ان لا فيديو تعجبكم وما تبخلوش عليا بلايكاتكم. يلا بسلام عليكم، مازال لي فيديو في الانتظار. باي باي.